ازيكم يا شباب عاملين النهارده معاكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو يعني احنا موقفين بقالنا فتره كبيره 10 ايام. بالنسبه لناس كتير عادي 10 ايام دي مش حوار، بس بالنسبه لنا 10 ايام دي يعني معناهم 10 سنين كاملين. حلوه يا ولا ايه ده ثبتني. محبش انا اوقف عن الناس كده فتره كبيره، لازم ايه. فطبعا بعد الغيبه دي انا قلت لازم ارجع وكم باك تدشمل اليوتيوب كله. فيديو النهارده ممكن يبقى اخر فيديو تشوفوه من المحتوى ده، ان انا اقعد اتكلم قدام الكاميرا وكده. هنعمل سلسله جديده هتدشمل اليوتيوب كله، هنكتسح اليوتيوب. بس قبل ما نبدا تشترك في القناه واعمل لايك. بعد ما نخلص الفيديو لو الفيديو عجبك او عندك اي راي تقوله تحت في الكومنتات، مستني رايك. زي ما نقدر نقول كده السنه دي بتاعتي. بس عشان ما اطولش عليكم، فيديو النهارده احنا هنتكلم عن تاريخ الراب. ازاي الراب بقى بيأثر على كل الناس وبقى تاريخه كبير كده لدرجه ان ناس كتيره بقت مدمنه حاجه اسمها راب. موضوع ان انا زهقت، انا يعني بعمل دس على مين هو، انا فهمت ان انت جيت هديلك. ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. عشان ما اطولش عليكم يلا بقى نخش على الفيديو. يعني اولا كده مين ما يعرفش اصلا الراب؟ انت لو نايم هتسمع اخوك الصغير مشغل اغاني راب، لو راكب توك توك هتسمع اغاني راب، راكب سيرفيس هتسمع اغاني راب، ده انت لو بتقلب على التيك توك هتسمع اغاني راب. طب ستايل اغاني الراب ده بدأ منين اصلا؟ الراب بدأ في حي برونكس في نيويورك. يعني الراب ده طالع من حي كله عصابات، يعني الراب اصلا اساسه مش مصري. ولو عايز تعرف قصه الحي بتاع برونكس ده احنا اتكلمنا عن قصته بالتفصيل في فيديو بتاع كاردي بي، هسيب لك اللينك تحت، متنساش تروح تشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده. الراب لما بدأ ما كانش يعتبر اغاني اصلا، واحد مكتئب واحد حزين بيعبر عن الالم اللي جواه بطريقه الغنى، يقعد يفضفض كل اللي جواه بس بطريقه سريعه. بعدها اتطور شويه بشويه، بقى كذا واحد يقف قدام بعض، تلاقي ماشي في الشارع تلاقي 15 واحد واقفين جنب بعض كده، تلاقي واحد عمال يعمل والتاني عمال يغني كلمات انت اصلا مش فاهمها ولا هو فاهمها، بس لازم يقول كده بسرعه عشان يبان بقى اوف. هو ده يعتبر الراب. الناس اللي بيستغربوا رقمي تلاشى خطب اللي قبلك كيلو مني يلطي في خطك النص من جبل زميلي مطريد اجيبك بكتيب احتل اراضيك. يعني الراب في بدايته اصلا ما كانش موسيقى ولا كان اغاني ولا كان كل ده. انت تبقى ماشي في الشارع تلاقي مثلا 20 واحد واقفين جنب بعض، تعرف ان ده واحد بيدس التاني، قاعدين بيدسوا بعض وده يقولك. وساعتها ما كانش في حاجه اسمها الليركس في حوار الراب. انت بتيجي كده تقف تجيب لك مايك ب 25 جنيه من العتبه، تركبه، تقف بقى تظبط بقى دنيتك بقى، اي كلام يطلع عندك قول، بس لازم يبقى ماشي على نفس القافيه. ولسه بيجمع الفرس اديتك في الراب وهتخلص، والدور الباقي بقى على الورث، والدور الباقي بقى على الورث. مفيش تفضل اي حد، الجمله اتقالت فين الرد، طلبت فلوس فاجيبه تتصدق. يعني الحوار ده زمان اصلا كان يعتبر ملوش لازمه وملوش اي قيمه في المجتمع الامريكي، كان يعتبر زي تضييع وقت، واحد قاعدين يلعبوا ناس زي كده، ما كانش ليه لازمه ساعتها. الراب اصلا كان ثقافه من الهيب هوب اللي بتضم عناصر كتير من الفنون زي بريك دانس، الفن الجرافيتي، حاجات كتير. بعدها الراب قال لك ناخد لفه ونروح على بلاد تانية. وصل مصر. طبعا لما وصل مصر في التسعينات، الراب اصلا في بدايته كان من بدايه السبعينات. تمام. وصل مصر في التسعينات، بدايته كانت برضو ناس بتدس بعض، اتنين يقفوا يدسوا في بعض و15 واحد واقف جنبهم، واحد بيعمل بيج بوكس وبس. يعني ما كانش ليه اي لازمه اصلا. كان كل موهبته انت بتعرف تتكلم بسرعه وبتعرف تقول كلام كتير على نفس الوزن، فخلاص انت كده رابر، انت فل الفل. بجد كل كلمه انا جربها، بس للاسف يا زميلي بجد انت اخر تشرب، بس للاسف يا زميلي تخش هنا بقت تتشرح بدك في وشك انت بجد فانتاستيك بلاستيك هديك على وشك. وساعتها الناس اصلا كانت ايه يعني راب ولا حاجه مهمه وملوش لازمه، هو كلها كام يوم يختفي يعتبر زي ترند. ده الناس كانت فاكره كده ساعتها. هو طبيعي اي حد يعني هيشوف حاجه زي كده ساعتها هيفتكر ان هو ترند وهيختفي. اصل ايه الحلو في ان اتنين واقفين يدسوا بعض وقاعدين؟ ايه الحلو ده؟ طبعا بالنسبه للناس ساعتها. الراب بقى حاليا عند المصريين زي كوبايه الشاي، انت تشرب كوبايه الشاي تتكيف. اسلام بقى لما تسمع تراك، يعني ده اقرب مثال ممكن نقول. انت بتشرب كوبايه الشاي تتكيف، اللي بيسمع راب بيبقى نفس الحوار. طب تقولي ايه الحلو ان انت تتكيف ان انت تسمع اصلا اغنيه راب؟ ايه الحلو في ان انا اسمع اغنيه راب؟ فين الكيف في الحوار؟ انت بتسمع اغنيه الراب من هنا تحس في كميه كاريزما مش طبيعيه. لا بجد الراب ليه كاريزما لوحده كده بتبقى غريبه، يعني بتحس انت اصلا على كوكب المريخ، انا مش عايش معاكم، انتوا مين اصلا؟ ده بالظبط اللي الراب بيوصله للناس، بيديك كاريزما. الراب في امريكا كان يعتبر حزين، بس في
مصر انت ممكن تلاقي ابن خالتك جاي يغني لك يقول لك ايه، انا عملت نفسي بنفسي انا جامد. يعني ستايل الرابرز زمان كان غير دلوقتي خالص. زمان كان الستايل بتاعهم نضاره كده كبيره وشعر كيرلي ولبس واسع ومقطع ونضاره شمس بالليل. ده بالظبط اللي كانوا بيعملوه الرابرز زمان. انت دلوقتي هتلاقي اصلا ده اللبس ده بقى عادي دلوقتي ملوش لازمه. بس زمان اللي كانوا يشوفوا حد لابس كده يعرفوا ان ده حاجه تقيله، لا ده مش انسان طبيعي، ده واحد مشهور، لا بيبان باللبس. يعني اصلا الستايل القديم ده اللي هو كانوا بيعملوه زمان نص مصر عاملاه دلوقتي. مفيش فرق بين زمان ودلوقتي اصلا. ده الستايل بتاع الرابرز زمان نص المصريين عاملين. وتلاقي الرابر جايب لك سماعه ب 25 جنيه من العتبه زي ما قلنا ومركبها، فاكر بقى نفسه فعلا دي جي بقى وبيعرف يغني. الراب تحسه جورنال في نفسه كده. يعني تسمع ويجز يقول لك البلد دي ما فيهاش فرص، طب يا عم اللي انت شايفه. او تسمع شاهين بيحكي لك قصه حب انتهت عشان حبيبته شالت الفرن مثلا. يعني حتى الراب لما بداوا يهتموا بيه بقى مسرح ماشي ويجيب لك مايك وتخش تدس بعض وفي جمهور، الموضوع بقى ليه قيمه شويه. امين هنقول ان دي خرافات، بس ازاي كان في دسات بينك وبين درسانس فيما يقارب السنتين. ويجز بعد 10 سنين معاك اخوكم مرجان رابر صاعد لسه بادئ بقاله شهر. يعني دلوقتي تلاقي الرابر اصلا جايب 6 موديلز وعامل كليب ومنزله ومفجر الدنيا، مش محتاج يدس خلاص. يعني انت هتلاقي اصلا مسيره اي رابرز في بدايته كان بدايته فيها دس، دي كانت بدايه اي رابر. ولحد دلوقتي اصلا لسه في ناس بتعمل كده، ولسه في اصلا مسارح ناس بتعمل فيها كده، ولسه بتلاقي ناس واقفه في الشارع بتعمل نفس الحوار. في ايديكم بتصدم كلكم اتهزيتوا من الليركس، بصلها واصلها اكتر انا هفصل احميكوا عشان نكس، بخاف تعرفوني بتخرس بلاش تفهموني لا تنحس. دلوقتي حاسس انك اسود زي جالاكسي، لابس ابيض في اسود عامل زي التاكسي. ولحد دلوقتي في ناس بتسمع الراب بتقول لك عليه وحش وتقول لك المهرجانات احسن. عامه الاتنين حلوين اصلا، بس ما تقارنش بين ده وده. مفيش اصلا اي فرق بين ده وده. تخيل تسمع اغنيه راب تقارنها باغنيه مهرجان، ازاي طيب؟ طب اقنعني ازاي؟ ايه مثلا اللي جاب حمو بيكا لبابلو؟ ايه دخل ده لده؟ هي عامه بتبقى اذواق، بس انت ذوقك قمر بصراحه. نفسك تكون رابر ولا وقلم ست الكل واكتبه وراك. اول حاجه هتنزل من بيتك بعد الساعه 12 بالدقيقه تكون تحت البيت، ما ترجعش من بيتك قبل الساعه 5. تمام؟ دي اول حاجه تبقى عندك كده عشان تبقى ايه فاكرهم. بعد كده هتنزل امتى؟ بالليل في عز الضلمه. هتلبس نضاره شمس وهتلبس كاب تخليها على ورا، وشعرك يبقى ويفي، من كتر ما هو ويفي وطويل يبقى طالع من الطاقية. وبعدها تسرق التيشيرت بتاع جدك وتلبسه، وتلبس بنطلون واسع كده مقطع، وتلبس شبشب الحمام. بس اهم حاجه على الشبشب الحمام الشراب، واهم حاجه الشراب يكون عليه سبونج بوب ضن. واهم حاجه تجيب 15 حظاظه، 3 سلاسل، 4 خواتم وساعه تلبسهم كلهم. ونسيت اقولها، اهم حاجه ما بتتكسفش بس. لا هو اللبس حلو بس انت فل. ومش كده وبس، انت لازم تعمل اسم غريب. انت من غير الاسم انت خلاص، انت فين الراب في الموضوع؟ ممكن تسمي نفسك، او بلاش اسامي صعبه، خليها مثلا نجم الليل بس. وفي الاخر يعني الراب اذواق، وفي ناس بتحب الراب وفي ناس ما بتحبوش، في ناس بتحب المهرجانات وفي ناس ما بتحبهاش، وفي ناس بتحب الاثنين، وناس ما بتحبش ده ولا بتحب ده اصلا. تمام. بدي يا اسطى الرجيم مع اني مفكوك ومش متسلسل. رمضان كريم. اروح اسمع ام كلثوم انا بقى. السلام عليكم. بس كده تكونوا وصلنا للفيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. متنساش تشترك في القناه وتعمل لايك زي ما قلت لك من اول الفيديو، وتنزل تحت في الكومنتات تكتب لي رايك. ولو عندك اي فكره اكتبها لي تحت في الكومنتات، لو عندك اي ملاحظه اكتبها تحت في الكومنتات. ولو بتحب القصص الرابرز الاجانب، اتكلمنا عن كذا رابرز منهم، بيلي ايليش وكاردي بي، كذا حد. هسيب لك اللينكات تحت، متنساش تروح تسمعهم. وبكره عشان ما احرقش عليكم فيديو جديد الساعه 7، بس الفيديو ده يبقى فكرته مختلفه نهائي، وهتشوفوا بكره بنفسكم. مش عايز احرق عليك بس.